مبروك لاتحاد العاصمة التتويج بالتاج الإفريقي رغم صعوبة المقابلة وتلقي ضربة جزاء في الدقائق الأولى. سجلها لاعب الزمالك الدباغ في الدقيقة الخامسة، لكن ردة فعل زملاء خالدي كانت جيدة. صلابة دفاعية وارتداد دفاعي جيد، لروبلي ديفونسيف مع توازن كبير بين الخطوط، النيكيليبر اونتر ليلين، ودخول جيد في الشوط الثاني بتمريرات قصيرة، كرات قصيرة، لاعب كرات قصيرة، وخاصة التمرير والتحرك باس اند موف، واستغلال خاصية اللاعبين وخاصة رأس الحربة كاماغاتي كلاعب ارتكاز لعملية تفريغ المساحة للزملاء ليأتوا من بعيد، دون أن ننسى التصدي الرائع لبنبوط وركلات الترجيح، الفوز بركلات الترجيح أمام شعب أو ضغط كبير من جماهير الزمالك. نسبة تسجيل 100%. مبروك لعشاق ليوزما خاصة والشعب الجزائري عامة.